اهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل غدا سهل وسريع وكله فوايد، وهيتعمل في دقايق. معايا النهارده الغدا البسيط بتاعنا، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس الاول نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معايا 4 أفخاد من الفراخ. ممكن تستخدمي فرخة كاملة وتقطعيها بالتقطيعة اللي انتي عايزاها يعني. هنا طبعا غسلنا الفراخ وصفيناها من المية خالص. وهنا ببتدي بقى اشرح كده الفراخ، يعني اخد فيها خط كده بالسكينة علشان تشرب التتبيلة بتاعتي. اول حاجة بقى اعصر عليها الليمون. وهنا انا بستخدم بقى في تتبيلاتي يعني هريسة الشطة دي، بحط فيها التوابل فلفل، كمون، كزبرة، كاري، كركم، عشان تبقى منجزة معايا في الحاجات اللي زي كده. وبتبلها وبشيلها في التلاجة على ما اجهز بقى الخضار. انا استخدمت هنا بتنجانة واحدة ثمرة، بسيبها بالقشر بتاعها لان عشان يعني ما تتهريش معايا في الطبخ وكده. بقطعها شرايح متوسطة زي ما انتوا شايفين. وكمان واحدة من الفلفل، استخدمت فلفل الوان احمر واخضر واصفر كده عشان نشكل الصنف بتاعنا ويبقى كده جميل في شكله وجميل في طعمه. وهنا طبعا بصل قطعته برضو شرايح. وهبتدي بقى ايه، اول حاجة احمر البتنجان معايا. بشوحه كده يعني في زيت قليل. بأكد ان احنا بنحمر في زيت قليل. احنا بس يعني عشان ياخد لون وعشان ما يتهريش مع الرز لما احطه. نزلت برضو بعد كده بالفلفل ورا البتنجان، شوحته كده كويس. وطبعا ده شكل الخضار، الله شكله حلو قوي. هنا طبعا زودت معلقة من الزبدة علشان اشوح فيها الفراخ، وكمان علشان بعد كده نحط الرز بقى، فكده يبقى المادة الدهنية تمام. شوحنا الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها رشة من الزعتر، بتدي لها ريحة حلوة قوي ونكهة. ممكن تستخدموا الروزماري، يعني التوابل دي براحتكم خالص، ما تتقيدوش يعني كل حد وذوقه. هنا طبعا بقلب على الناحيتين. الفراخ بتاعتنا لازم تاخد الوش الحلو ده علشان التحميرة دي هي اللي هتبقى كده ايه قصاد العين. خلاص كده احنا مش هنحمرها تاني. وبنزل عليها بعد كده بالبصل بتاعنا. بدخله كده في وسط الفراخ يتشوح معاها. الريحة لو اقول لكم يعني جميلة ازاي، اكيد انتوا يعني شاطرين برضو في المطبخ وعارفين بقى الحاجات دي بتبقى ما شاء الله، يعني ريحتها حلوة قوي قوي وشهية. طبعا هنا الخضار بتاعنا بعد ما شوحت الفراخ على الناحيتين، رجعت قلبت الفراخ على الناحية اللي انا هقدم بيها، يعني قلبتها على الناحية التانية اللي واخدة وش حلو كده، علشان دي اللي لما هقلب هتبقى هي اللي قصاد العين وباينة. رصيت الفراخ طبعا وبعديها الخضار. تمام. كده حلوة قوي. طبعا النار شغالة. هنا ضفت معلقة من الكركم او الكاري. انا بالنسبة لي بحب الكاري قوي، يعني علشان يدي لون للرز. وهنا طبعا انا استخدمت رز بسمتي، نقعته في مية يعني تقريبا نص ساعة كده لحد ما جهزت الخضار والفراخ وكده. وهنا بقى بزود المية المغلية. طبعا كل كوباية من الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من المية. المقدار ده انا بشتغل بيه على طول وبيطلع لي رز مظبوط. وانا يعني اهو الحلة قدامكم. طبعا اول ما الرز بينشف خالص من المية بالمقدار اللي انا حطاه ده، خلاص بطفي عليه النار وبروح كمرة الرز مغطية عليه، وخلاص كده بقدمه على كده. ما برجعش يعني ما بسيبش النار عليه، علشان الرز لو سبت النار عليه بعد المقدار ده بيعجن. وطبعا ده شكل
الصنف بقى بتاعنا هنقلبه كده، المقلوبة الحلوة السريعة بتاعتنا، والله سريعة قوي قوي يعني في تحضيرها، ما شاء الله يعني. آم، حلوة بتعجب الأولاد قوي، يوم ما بعملها كأن حاجة رائعة قدامهم. طبعا يعني لو اقول لكم بقى على الطعم والريحة، مفيش اجمل من كده. والرز زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني بتدحرج كده على الطبق، حلوة قوي. رشة شبت بقى كده، حاجة كده برضو ايه، خضرة كده تكسر اللون، وبالهنا والشفا. طبعا احنا يعني ما تكلفناش حاجة، الغدا اتعمل في حلة واحدة في وقت قياسي. اللي راجع من شغله، اللي تعبانة ومش قادرة تقف في المطبخ، أنا بعمل الوصفات دي كلها والله هدية كده ولله، لمتابعيني والناس اللي لسه بتتفرج عليا لأول مرة. أنا يعني الحمد لله بعملها حسبة لله، علشان نساعد بعض. ويعني اتمنى ان انتوا تجربوها، وبالهنا والشفا. الفراخ مستوية على الاخر، ومفيش بقى يعني قصة دم ولا زفارة ولا اي حاجة. طول عمري بعمل الفراخ بالطريقة دي وبتطلع حلوة قوي. جربوها وما تنسوش اشتراك ولايك لو الفيديو عجبكم. واتمنى دايما يا رب كل ايامكم سعادة وهنا وصحة وعافية، واحبكم في الله، ودايما بخير يا رب. مع السلامة.